بس في اللحظة دي بيوصل له خبر إن قائد البريطانيين في القلعة، فبيروح نيرزا وبيستقبله، وقائد البريطانيين بيقول له إن هو عاوز يعمل معاهدة سلام معاهم، وبيطلع كتاب من معاه وبيقعد يقرأ منه. لما نيرزا بيسمع الكلام اللي بيقرأه بيعرف إن الكتاب ده بتاع ابنه أسلم، وده معناه إن ابنه أسلم معاه، فبيطلع مسدس وبيكون عايز يقتل القائد بتاع البريطانيين، بس في الآخر بيضطر إن هو يستسلم علشان ابنه ويبيع القلعة للقائد. بس القائد مش بيديله ابنه وبيخلي الرجالة بتوعه يموتوه، وبتبدأ الحرب بين الاتنين، بس بتنتهي بأن قائد البريطانيين بيقدر يخلص على نيرزا ومراته وبنته زفيرة بتحاول تضرب قائد البريطانيين بس مش بتقدر، وبيكون هو على وشك انه يخلص عليها. لكن في اللحظة دي بيدخل واحد ضخم جدا، بنعرف انه واحد من اللي كان مع أسلم ابن نيرزا واسمه أزاد، بيدخل وبيطلع سلاحه وبيحارب البريطانيين وبيقدر ينقذ بنت